ليس كل من يحرز الأهداف قادر على تسجيل مواقف اللي غيشهد له بها التاريخ. تحية لاعبة التنس التونسية أنس جابر، تحية لمحمد النني، تحية لزكريا أبو خلال، تحية للاعبين اللي سجلوا مواقف ديالهم وتضامنوا مع القضية الفلسطينية اللي كتبقى قضية كما قلنا أي عربي وأي مسلم شريف. اليوم تعرفنا على المجموعات الكأس الأمم الإفريقية. في تصريح سابق الوالد الركراكي قال بأن المغرب غير مرشح للظفر بكأس الأمم الإفريقية. ويلي وليد، نصف نهائي كأس العالم والمغرب غير مرشح للظفر بكأس الأمم الإفريقية. المهم أن مجموعة المغرب عرفات تواجد كل من المغرب، كونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا، فيما تعتبر مجموعة الموت اللي ضمات تونس، مالي، جنوب إفريقيا وناميبيا. في هذه الحلقة غادي نتحدثوا على نصف نهائي كأس العالم. واش هو نعمة ولا نقمة للمنتخب المغربي وحظوظ المنتخب المغربي في نهائيات الأمم الأفريقية اللي غادا تقام بساحل العاج؟ بقاو معنا، ما تمشوش بعيد. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده. اليوم تم الاعلان على المجموعات اللي غادا تشارك في كاس الامم الافريقيه نسخه 34 اللي غادا تقام في الكوت ديفوار ساحل العاج، بعد ما كانت النسخه الاولى اللي تقامت في الكوت ديفوار في 1984 2024 والنسخه المؤجله من 2023 غادا تقام في الكوت ديفوار. مجموعات كاملين قاصحة كاملة. المنتخبات الأفريقية وعلى رأسهم المنتخبات العربية غادة تعاني باش توصل للثمن النهائي، وماشي سهل أي منتخب لأن المجموعات ضمات مستوى أول اللي تواجد فيه الكوت ديفوار، مصر، السنغال، الجزائر، تونس والمغرب، ومستوى ثاني تخيل معايا أن المستوى الثاني فيه نيجيريا وفيه الكاميرون وفيه مالي وفيه غانا، المستوى الثالث في جنوب افريقيا، باش تعرف بان المنتخبات الافريقيه راه ما بقاش سهله والمستوى متقارب. وغادي تعرف كيف ما العاده مفاجات. المغرب جا في المجموعه السادسه، المجموعه الاولى اللي عرفات تواجد كل من كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائيه وغينيا بيساو. المجموعه الثانيه مصر، غانا، الراس الاخضر، موزمبيق. المجموعة الثالثة السنغال، كاميرون، غينيا، غامبيا. المجموعة الرابعة الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا، أنغولا. المجموعة الخامسة تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا. المجموعة السادسة اللي عرفت المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. في حالة تأهل المنتخب المغربي إلى دور 16 فهو غادي يلاقي الثاني. الى تاهل هو الاول غادي يلاقي الثاني من المجموعه الخامسه اللي كتواجد فيها تونس ومالي. تخيل معايا الى جات تونس ثانيا غادي تكون مواجهه حتميه مع تونس في دور 16. ولا تاهلنا الربع نهائي غادي نواجهوا المتصدر من مجموعه مصر اللي ضمات مصر وغانا. يا اما نقدروا نواجهوا غانا في ربع نهائي، يا اما نقدروا نواجهوا مصر في ربع نهائي. نرجعوا لواحد الحاجه اللي قلتها قبل، كأس العالم واش كان نقمه ولا نعمه على المغرب؟ المنتخبات الافريقيه كاملين اللي واجهناهم سواء في مواجهات رسميه ولا وديه كانوا كيتحداو المغرب وباغين يفوزوا عليه باي طريقه. شفنا الهزيمه امام جنوب افريقيا، شفنا المستوى اللي قدمه المغرب لحد الان ماشي مستوى مقنع وما يقدرش يمشي بالمنتخب المغربي لحدود الامان ولحدود نصف نهائي والنهائي ديال كأس الأمم الإفريقية. الماتش اللي كاين يوم السبت القادم واللي غادي يجمع ما بين ساحل العاج والمغرب تما كنات غنعطيو الحكم النهائي على المنتخب المغربي، لأن قبل كانوا عندنا نقائص وكان عندنا المنتخب فيه مشاكل وكانوا عندنا لاعبين معطوبين وكانوا عندنا لاعبين غائبين. داك الشيء علاش ما قلنا ما يمكنش نحكموا على المنتخب المغربي. ولكن الترسانه اللي كاينه دابا واللي متوجهه الكوت ديفوار وغادا تلعب
هي الترسانة اللي كانت في كأس العالم، زائد لاعبين اللي جداد واللي هما عندهم مزايا كثيرة كأمين عدلي، كريشارديسون، كالعزوزي. يعني لاعبين واخا مازال صغار في السن ولكن مستويات ثقيلة، مستويات رائعة في كرة القدم. جميع كما قلت لكم منتخبات المغرب الافريقيه كتحدى المنتخب المغربي، وغتربحوا وباغا تربحوا باي طريقه باش تثبت بان ديك الفكره ديال ان المنتخب المغربي وصل نصف النهائي راه كانت غير فكره عشوائيه، وما كانتش فكره خدم عليها المنتخب الوطني باش وصل بالقياده ديال وليد الركراكي والصطاف ديالو باش وصل لنصف النهائي. معلم وليد الركراكي في التصريح ديالو قال بان المغرب ما غاديش يبدل من التشكيله ديال اللاعب ديالو، يعني غنبقاو نلعبوا ب 4-1-1 في الدفاع ونتحولوا 4-3-3 في الهجوم، وهي يعني في دفاعيا مزيانه وهجوميا كتعطيك نجاعه هجوميه، كتهاجم باكثر لاعبين وتدافع باكثر اللاعبين، وياما استعملوها مجموعه من المدربين الكبار وعلى راسهم بيب غوارديولا. اذا المنتخب المغربي في حد ذاته الوصول ديالو الى نصف نهائي كاس العالم كان نقم عليه ماشي، يعني نعمه اللي تقدر منتخبات تحسب لك كتحسب لك ألف حساب، ولكن كدير اي مستحيل اي مجهود اي حاجه كديرها باش تربحك ضروري. منتخب المغربي غادي يتلاقى مع منتخبات قويه كمنتخب الكونغو الديمقراطيه، منتخب زامبيا ماشي سهل، حتى منتخب تنزانيا. كما قلت لكم المنتخبات الافريقيه حتى منتخب ما بقى سهل، وكما قلنا في المستوى واحد شفتوا شكون اللي كاين. منتخبات الشمال الافريقيه زيد عليهم السنغال وزيد عليهم كوت ديفوار، مع العلم ان الكوت ديفوار بلد منظم، نيجيريا كتفوق عليها، ولكن الكوت ديفوار اللي جات في بلاصه نيجيريا. وفي المستوى الثاني شفتوا نيجيريا وكاميرون وغانا ومالي، والمستوى الثالث جنوب افريقيا اللي ربحاتنا. يعني منتخبات عندها مستوى كبير واللي غادا تقدم مستويات كبيره واللي غادا تبين تبرهن على انها ماشي سهله وما يمكنش يتجاوزها. مجموعه اللي جا فيها المغرب كونغو الديمقراطيه زامبيا وتنزانيا هي مجموعه الى حد ما خاصناش نستهنوا بها. معلم كاس افريقيا ما ربحوش شي منتخب اللي كانت عنده جوده في اللاعبين، خداو منتخبات عندهم جوده في اللاعبين فري بصح، ولكن كيبقى الكرينطا والشخصيه ديال المنتخب. وانتوما كتعرفوا بان اكثر منتخب توج كاس افريقيا هو المنتخب المصري. المنتخب المصري على مر التاريخ ديالو لم يمتلك نجوم من طينة الكبار، زعما كانوا عنده لاعبين ولكن ماشي منتخب كامل يعني نجوم، يعني تقول مثلا لاعبين 10-11 لاعب كاينين واحد 7 محترفين ولا 8 في اوروبا في انديه كبيره، لا كتلقى مثلا 2 لاعبين قبل دابا كاين لاعبين مستوى كمصطفى محمد والنني ومحمد صلاح، مجموعه من اللاعبين اللي في انديه كبيره، ولكن قبل ما كانوش لاعبين في انديه كبيره. ومع ذلك المنتخب المصري كان تعرف من اين تؤكل الكتف، وكان تيظفر بكاس الامم الافريقيه دائما مع حسن شحاته، خداها 3 المرات متتاليه باش بشخصيه ديال الفريق وبالكرينطا وبالقتاليه باش خدا اللقب وباللعب الجماعي ماشي بالفرديات. منتخب كيتقاتل على اي كره. شفنا منتخب الجزائري في مصر ملي تنظم كان ديال 2019 كيفاش جابت الجزائر كاس افريقيا من قلب مصر، جابته بالكرينطا والقتاليه والحرب والقتال الى اخر الدقائق. وشفنا المنتخبات اللي شاركت في كاس الامم الافريقيه اللي كانت في الكاميرون، وكيفاش منتخب السنغالي قدم مستويات كبيره. منتخب السنغالي عنده لاعبين من طينه الكبار، وعنده فرقه زوينه ومدرب ود البلاد وعارف اللاعبين وعارف كيفاش يلعب كوره، ولكن لاعبين قدموا مستوى تجانس ديالو كان كبير، لذلك ظفروا باللقب ضربة الجزاء مع المنتخب المصري. وديما
حنا كنا قبل عقده ديال المنتخب المصري، دابا ولا المنتخب المصري عقده ديالنا حنا. لم نستطع التفوق على المنتخب المصري في اللقاءات الاخرى، اقصانا من الكاميرون. جميع اللقاءات اللي تلاقينا معاه يعني اللقاءات الاخيره ديال كاس الامم الافريقيه تقصينا. علاش؟ لان عندنا لاعبين في المستوى بحجم حكيمي، بحجم اكرد، بحجم سايس، بحجم مزراوي، بحجم مرابط، بحجم املاح وهذيك الشيء، ولكن كتنقصنا القتاليه والشخصيه ديال الفريق. الشخصيه ديال الفريق غادا تتكون من دور المجموعات، ومن تما كينات غادا تحكم على المنتخب واش يمشي بعيد في كاس افريقيا ولا غادي يغادر من الدور اول او لا من دور 16 او لا من دور 8. كنتمنوا ان المنتخب يلعب. هي من ناحيه الامكانيات راه كل شيء كاين، لاعبين مستوى رفيع، ما يمكنش تهضر ستاف تبارك الله، ولكن خاص الحرب والقتال، شخصيه الفريق والقتال على اي كره في رقعه الميدان. ديك الساعه نقدر نقول لك بانك تجيب كاس افريقيا للمغرب. وحاجه اخرى، الادغال الافريقيه راه ماشي بحال شمال افريقيا ملي كيتنظم كاس افريقيا في المغرب ولا الجزائر ولا تونس ولا مصر ولا موريتانيا ولا السودان مثلا. هنا كتكون اجواء مزيانه وكيكونوا حتى تيرانات في مستوى رفيع الا ذكرنا المغرب، الجزائر، تونس ومصر. ولكن ملي تكون في الادغال الافريقيه كل شيء كيتغير معلم. كتولي كره جايه كتضرب في العشب وكطير، انت ناوي تشدها برجلك كتولي شادها بصدرك ولا شادها بوجهك ولا شادها براسك. هذه هي كرة القدم في الأدغال الإفريقية. وحسنا فعل وليد الركراكي من اللي يعني مشى باش يعني يدير المقابلة ودية مع ساحل العاج باش يتعرف على يعني التيران كيفاش داير، الأجواء كيفاش دايرة، ويري الدراري فين غادي يلعبوا، الظروف اللي غادي يلعبوا فيها، والتحكيم وما إلى ذلك. وكيبقى التحكيم جزء من اللعبة، ولكن خاصك تعرف الأجواء بعدا فين غادي تلعب. احنا ما نحكموا على حتى شي حاجه. الماتشات الاولى اللي هي اللي غادي تورينا في كاس العالم مثلا عفوا في كاس افريقيا، الماتشات ديال دور المجموعات غادي توريك المنتخبات اللي غادي تمشي بعيد. مصر لا نقاش فيها، مصر غتمشي بعيد في كاس افريقيا، وهي جميع الكؤوس ديال كاس افريقيا كتمشي فيه، هذه بدون نقاش. كوت ديفوار 90% تشوفها في نصف نهائي ولا نهائي، وكذلك السنغال والكاميرون. غيبقى العمل الجاد هو على المنتخبات الثلاث، المغرب وتونس والجزائر، باش انهم خاصهم يحققوا مستويات كبيره. الجزائر عندها اللقب الثاني، تونس والمغرب لقب، ومصر عندها 7. لذلك خاص تونس والمغرب يحققوا مستويات كبيره. وكذلك ان تونس اخر مره توجوا باللقب والوحيد اللي عندهم في 2004 مع الزاكي، ولكن المغرب راه من 1976 من اللي كانت اثيوبيا باقا اثيوبيا، اللي كانت افريقيا تقريبا يلاه كتبنى. لذلك خاص وليد الركراكي يركز على كاس افريقيا. وهو المقوله اللي قال بان المغرب غير مرشح غير باش ما يديرش اللاعبين تحت الضغط، يعني الضغط الجماهيري والضغط الاعلامي. كاس افريقيا غادي يكون كاس افريقيا في الادغال الافريقيه، له ما له وعليه ما عليه. جميع الظروف مهيئه، خاصك دير المستحيل باش ان اللقب يجي للمغرب ولو على الاقل نصف نهائي او نهائي، باش تكون الجماهير نادي راضيه. الخروج من الثمن او الربع ما يشفع لكم حتى شي واحد، لا المنتخب لا المدرب لا اللاعبين لا المدرب، حتى شي واحد من الجماهير المغربيه ما تشفع لكم. لذلك خاصكم تركزوا باش انكم تمشيو بعيد. ونقولها ونعاود نكررها، شخصيه الفريق والجرينتا هي اللي كتفصل، وهي اللي كتعطي الحسم باش انك تجيب اللقب. لذلك خاصك تحارب وتقاتل عليها باش تحقق مستويات كبيره. ما نهضروش على الفنيات هضره اخرى، لان عندك لاعبين كبار من الطراز العالي، فنيات هضره اخرى، ولكن احتكاكات والحرب والقتال في رقعه الميدان هي اللي غادا تخليك تجيب اللقب. من غير هادشي ما يمكنش تجيب اللقب من افريقيا
كثيرة من أدغال إفريقيا اللي كيكونوا التيرانات مشكل، وكل شيء كيكون غريب عليك، لا الجو لا التيران لا الجمهور لا حكام لا كل شيء كيكون غريب عليك. لذلك نتعلموا من المنتخب المصري، لأنه الوحيد اللي كيعرف الأدغال الإفريقية واللي كيعرف كيفاش ينافس المنتخبات الإفريقية اللي كتكون قوية واللي عارفة الأجواء ومربية وسطها ولاعبة كرة وسطها. لذلك خاصة المغرب يعني يدير المستحيل باش أنه يمشي للأدوار الأخرى ديال كأس إفريقيا. لا عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم ديالكم، الله يجزيكم بخير، جام بارطاج، تشتركوا معنا في القناة. إلى حلقة جديدة. كنت ما غاديش نسجل الحلقة صراحة لأن راكم عارفين الظروف وهاد الغيوم ديال الضباب اللي مغيمة علينا كمسلمين. نتمنى من الله أنه نصر كل من نصر الدين، يا ربي تنصر إخوان ديالنا في غزة وتفرج عليهم وتفرج على جميع المسلمين في شتى أنحاء وبقاع العالم. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.